بعد المسج ده أنا مش هقول لأي زوجة احتوي زوجك وكوني أم لزوجك أبدا. شكوى الزوجة بتقولي فضلت تقولي لنا خليكي أم لزوجك، احتويه، طبطبي عليه، خليكي حنينة معاه، خلي بينكم لغة حوار، خليكي صاحبته وصديقته وكل حاجة في حياته، واحتوي كمان ولادك وأسرتك. وكانت النتيجة إن أنا مش متشافة. مش هقولك أنا مش لاقي حد يحتويني، ولكن هقولك أنا أساسا مش متشافة. محدش من كل اللي حواليا شايفني إطلاقا. أنا أم لهم كلهم، حتى أخواتي وصحباتي وكل المحيطين بيا، إنما أنا بقيت أهملت في نفسي وما بقيتش متشافة، ومحدش منهم لا بيقدر ولا شايفني أساسا. طبعا أنا ما قلتش إن خليكي أم لهم واحتويهم واديهم كل حاجة وانسي نفسك. انتي مسؤولة أولا وأخيرا عن صحتك النفسية، عن الهدوء الذاتي، عن نفسيتك تكون مرتاحة، عن السلام الداخلي. هتقدري تشيلي كل الشيلة اللي انتي قلتيها دي ازاي وانتي نفسيا مش مستقرة، ناقصك حاجات كتير. كوني أهم حاجة في حياة نفسك، بالتالي هتكوني أهم حاجة في حياة الآخرين. لازم هم يشوفوا ده، يشوفوا اهتمامك بنفسك، يشوفوا تقديرك لذاتك، فبالتالي هم كمان هيقدروكي. الأم مش معناها العطاء حتى الاستنزاف، مش معناها كده. الأم الحقيقية عطائها غير مشروط، عشان دي فطر الله عز وجل الأمهات عليها. لذلك جعل رضا الأم من رضا الرب، وحط للأم حاجات كتيرة كويسة ومكانة كبيرة اجتماعية ودينية، علشان اللود والتحمل اللي الأم بتتحمله في أعباء الأسرة والأولاد وفي حاجات كتير. فإحنا مش هنقدر إحنا نقوم بالأم الحقيقية، ولكن أم لزوجك معناها احتواء، ومعناها إنك أنت عطائك يكون مشروط، عشان عطاء الأم الحقيقية مش مشروط. أنا ابني وحش، ابني فيه كل حاجات وحشة، ولكن بحبه قوي، شايفاه أحلى ابن في الدنيا وأرجى الراجل في الدنيا كلها. مش هدور في عيوب ابني، إنما أنا مع زوجي إزاي أديله وأعلمه يديني، أعلمه هو كمان يحتويني. فبالتالي ولادي لما بيشوفوا باباهم بيحتويني وبيقدرني وبيحافظ عليا وبيصوني في غيابي وفي حضوري وبيهتم بيا، هم كمان هيعملوا نفس التصرف. من شاب على شيء شاب عليه. هم شبوا على بابا بيقدر ماما، على بابا بيجيب هدية لماما، على بابا بيحتفل بماما، فهم كمان هيعملوا كده. ده مهم قوي لصحتك النفسية وعشان تقدري تكملي